تواصل ميليشيا قسد الإرهابي باستهداف الأحياء السكنية في مدينة حلب. هنا من على مشارف حيي الشيخ مقصود والأشرفية مع الجيش العربي السوري هنالك نداءات إلى جميع عناصر ميليشيا قسد الإرهابي بتسليم السلاح على الفور إلى أقرب نقطة من تمركز الجيش العربي السوري، والنجاة بنفسك وبحياتك والخلاص من هذا التنظيم. قسد لا تمثل الشعب الكردي، والشعب الكردي هو مكون أصيل من الشعب السوري بالمجمل. سوريا لجميع السوريين. ميليشيا قسد الإرهابية التي تقاد من قبل كلاب قنديل الآن هي تعمل على تجنيد النساء والأطفال وتعمل على تجنيد الرجال بالإجبار، ومن يقوم بهذا الفعل هو تنظيم إرهابي حقيقة. قسد لا تمثل أي مكون حقيقي، رفضت جميع الاتفاقات، رفضت جميع الهدن، رفضت جميع الاتفاقات بالاندماج، والقرار اليوم هو فردي بالنسبة لك كعنصر، ولكن النتائج محسومة. كل من سيبقى بيده السلاح وعم يستهدف المدنيين رح يكون مصيره المحتم هو الموت. رأينا سابقا جميع الميليشيات الإرهابية التي كانت تناصر نظام الأسد المجرم ونظام الأسد البائد أين أصبحت؟ أصبحت في خبر كان جميعا، ولكن لن تستعصي بعض التنظيمات الإرهابية أو عناصر التنظيمات الإرهابية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب على الجيش العربي السوري. حاليا المهلة التي تعطى لتنظيم قسد هي مهلة لتسليم السلاح. زدت سلاحك وهروب، ما حدا شايفك. قيادات قسد في الحقيقة عم ترجع للخلف وانت هلق سمعان أصوات الاشتباكات. هاي القيادات هي كلاب قنديل اللي عم تعمل على تجنيدك لحتى تقتلك. مصيرك المحتم هو الموت. خروج وانجو بحياتك. بالنهاية الحرب هي دمار وموت وخسارة كتير كبيرة. وإلى جميع أهلنا المدنيين المتواجدين تحت سيطرة ميليشيا قسد الإرهابية، عليكم بالخروج والنجاة أيضا بأنفسكم وتأمينكم بأقرب نقطة إلى جهاز الأمن العام أو الجيش العربي السوري والتوجه باتجاه مناطق المدنية، لأنه كل من سيبقى من عناصر ميليشيا قسد الإرهابية رح يكون مصيره الموت المحتم. الجيش العربي السوري اتخذ قراره بحماية المدنيين، وهو مسؤولية حقيقية تجاه أي سوري لا يقبل بالاستهداف المستمر على الأحياء السكنية. مثل ما عم نسمع ونشوف من الحين للآخر قذيفة بتنزل على مبنى سكني، هناك شهداء من الأطفال والنساء والمدنيين، هناك مصابين، أيضا هناك شهداء من الجيش العربي السوري أثناء استهداف ميليشيا قسد الإرهابية للأحياء السكنية المتفرقة أثناء عملية تأمين المدنيين بالشوارع. رسائلنا الأخيرة والنهائية إلى ميليشيا قسد وإلى جميع العناصر اللي عم يتم تجنيدكم بالإجبار: إياك أنك تكون خروف تنشلف أمام الجيش العربي السوري، إياك أنك تكون خروف مأمور لتمشي وتقتل وتموت. حياتك أهم من أي شخص آخر. بالنهاية هي قيادات من خارج البلد، قيادات من خارج سوريا تعمل على تسييرك في هذه المنطقة، تسييرك كمشروع لا يمثل السوريين. قسد الإرهابي بمشروعها لا يمثل الشعب السوري، رفض الاندماج بجميع مكوناته، رفض الاندماج مع الجيش العربي السوري، رفض أي شيء بيؤدي إلى السلام. الدولة السورية عم تسعى للسلام بكل مكان وبكل نقطة ولإنهاء الحرب. ما عاد بدنا حرب، نحن ما عاد بدنا حرب، والشعب السوري تعب من الحرب. لا إمتى بدك تضل عم بتحارب؟ ومشان مين أنت بدك تحارب؟ أنت مصدق أنه رح تقوم بمشروع انفصالي وتاخذ دولة لحالك؟ المشروع الانفصالي في سوريا ما في انفصال. دولة لحالك، انك تصير دولة لحالك، الامر مرفوض شعبا وحكومة ودولة. ما في انه يكون لحالك دولة او مكون. الانفصال يعني تضعيف الدولة. انك تكون دولة لحالك هذا امر مرفوض. عليك بتسليم سلاحك، عليك بالنجاة بحياتك، عليك بالخروج والنجاة بحياتك فورا.